فخلينا نبدأ مع الشباب الادفنتشرز بتوعنا. تمام، الادفنتشرز بتوعنا. خلينا برضو أشرح الفكرة. هم كان عندهم بداية وعندهم development واكسكيوشن وعندهم نهاية وهي submission. كل جزء من الرحلة دي اتعرضوا ل... 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 لأحاسيس مختلفة وخبرة مختلفة. تمام. والخبرة دي هي اللي احنا عايزين نسألهم فيها ونتكلم معاهم أكتر فيها. تمام. آه فخلينا نبتدي مع يعني أول سؤال لأسامة ومحمد عبد الرحمن. أسامة ومحمد عبد الرحمن، أنا عايز أعرف، أنت دلوقتي شفت جوب داخل فيها دي كومبيتيشن. أنا معايا ناس كتيرة هتشتغل معايا في الشغلانة دي. تمام. وهكمبيت معاهم، ليها برايس. تمام. وكان ليها مركز واحد فقط لا غير. تمام. كان ايه الدرايف اللي بيخليك والموتيف اللي قلت انا هبدا اشتغل في الشغلانه دي؟ وانت كنت متوقع ايه؟ يعني متوقع ايه اما تيجي تخش في الكومبيتيشن؟ متوقع انا هروح لمركز عالي، هاخد الكومبيتيشن؟ كان ايه؟ ويعني قبل الاجابه برضو ايه، خلينا يعني ادونا بريف صغير كده. انت في انت مين وبتعمل ايه؟ اتفضل يا اسامه. أنا اتشرفت بيكم طبعا، وليا الشرف إن أنا بضيف عليكم النهاردة. أنا قاعد من ساعتها بدون كل الكلام اللي أنتوا بتقولوه، والله ومستمتع جدا. بخصوص حضرتك وبخصوص الباشمهندس أحمد محسن. أنا أسامة عبد الناصر، خريج كلية الهندسة، قسم حاسبات وتحكم، جامعة بورسعيد، خريج 2023. ده مبدئيا بريف سريع عني يعني. آه، طبعا من خلال تجارب كتير. بدأت أول حاجة طبعا كان السبب في رحلتي إن أنا أكون يو أي يو إكس ديزاينر. إن إحنا جينا في آخر سنة في مشروع التخرج، كان مطلوب مننا بلاتفورم وويب سايت. فكنا كلنا ديفلوبرز، ما بين فرونت إند ما بين باك، ما بين فلاتر وموبايل وخلافه. فأنا أصلا كنت شغال فرونت إند، رياكت ونكست، وده الباك جراوند بتاعي. وبس كنت حبي للارت، وان انا بحب الانيميشن، وشغال الى جانبه فيديو اديتنج وخلافه. فانا بحب ان انا اديزاين شويه حاجات كده مع نفسي. فكان اقتراح من شباب التيم ان كان لازم حد يتطوع ان هو يذاكر يو اي يو اكس ديزاين عشان يبقى حد معانا في التيم ملم بالنولج ديت، لان هي هتصب اوريدي معانا في بروجكت التخرج. فمن هنا بقى بدأت رحلتي. بدأت أول حاجة مع الاي تي اي، كان بس اللي هو منحة الشهر. دخلت، ومن هنا بقى يعني زي ما بيقولوا كده بقى فتحت لي طاقة القدر. هي المكان طبعا، وعلى ذكره والفايدة الملمة بيه، كان شهر بس هو عبارة عن تنوير للطريق. بقى فتح لي سكات كتير جدا، اذاكر ايه واذاكر منين. بس هي المشكله بقى ان كانت الرحله دي كلها سيلف ليرنينج، ويعني كان الشهر وما بعد ذلك بقى كان تحديات مع نفسي. طبعا في تعليقات كتير قوي على الكلام الباشمهندس احمد محسن واللي حضرتك قلته برضه، ان كل اللي الواحد مر بيه ده من البدايه ان هو ما عندوش اي نوليدج خالص، ان هو يبدا يتطور مع نفسه. ده كان برضه حلو ووحش في نفس الوقت، ان انت بتجيب في حاجه لوحدك وماشي في طريق محتاج أي حد حتى يساعدك فيه، بس حبك للمجال والباشن بتاعك هو اللي مخليك تذاكر. كنت من يوديمي، وبعد ذلك جوجل سيرتيفيكيشن، السيفن كورسز اللي خلصتهم وخدت الشهادة، وعامل كمان ملخص ليهم. وبعد كده بقى بدأت إن أنا أكمل وأطور من نفسي أكتر. بعد كده فتح لي شغل فريلانس الحمد لله يعني. وبدأت أول جوب ليا ده بخصوص نقطة إن هو حتة إن أنت تكون جاهز إمتى. دايما الرعب ده بيكون في البداية. أنا دايما بذاكر مع نفسي ونولج كتير، مش عارف هل أنا جاهز أو لأ، بس اللي هو إيه، ارمي نفسك في الحاجة وابدأ.
ومع الوقت انت هتتطور وتتعلم. فده اللي حصل فعلا. انترنشيب دخلت في القاهره، خدت شغل. اول بروجكت ليا كان مع شركه في السعوديه اشتغلت عليه، وبدات ان انا اصب بقى النولج اللي انا متعلمها. فلما جينا وصلنا لحته الكود كويست، كان الفتره ديت انا الحمد لله كنت مذاكر كويس، وكان ليا شغل وانترن قبل كده. بس كان ينقصني بقى الشغل الفعلي اوريدي في شركه، لان ده يفرق جدا بخلاف الفريلانس وبخلاف اللي انت مريت بيه خالص من الاول. فلما شفت الكود كويست كنت انا اوريدي بدور على جوب وبقدم كل يوم، كنت بدوس انترفيوز من وقت للتاني. فقلت ان جرب ان انا مثلا اخوض في حاجه زي كده. وشفت طبعا البورتفوليو على لينكد ان. فده اداني دافع، وانا اصلا شخصيه تنافسيه، فانا حبيت جدا ان انا اجرب حاجه زي كده. بخصوص الجائزه كان عندي برضه حته غرور شويه، ان انا لا، انا ان شاء الله ابقى توب، انا هخش اكسب باذن الله. فانا معلش يعني. خلي بالك في حته الكومبيتيشن، زي ما بيقول لك الاهلي والزمالك ومش عارف ايه، الماتشات بتخلص في تفاصيل. تمام. بالظبط. التفاصيل. يعني انت من الناس التوب ريتد في الشغلانه دي. تمام. كنت شورت ليستد من انك تاخد المركز الاول. فعلا يعني توقعاتك كانت في محلها، انك انت تقدر تاخدها. عظيم جدا، عظيم جدا، اشكرك والله يا اسامه. ويعني فكره التحدي دي شيء عظيم. خلينا برضو ناخد الامبريشن بتاع محمد عبد الرحمن. يعني كان الدرايف بتاعك ايه والموتيف بتاعك كان ايه؟ أهلا وسهلا بك يا باشمهندس وبالحضور. أنا محمد عبد الرحمن، يو إكس أند يو أي ديزاينر. أنا شفت البوست من الباشمهندسة حنان تقريبا نزلته على يو إكس هوية، فأنا قلت إيه الكود كويست بتعمل إيه؟ فدخلت لقيت في كومبيتيشن وعايزين نعمل ديزاين لكلاس بيل. فاحنا قلت طيب انا اصلا بالطبع بتاعي بحب اخد الريسك. يعني انا في حاجه مثلا جديده عليا اول مره مثلا ادخل فيها. فانا دخلت وشفت المنافسه. دخلنا في الميتنج في الريكويرمنتس في الحاجات اللي زي كده. وبدأنا في الديزاين. بس اكتر حاجه فعلا كانت حلوه في البروجكت ده ان كان في تواصل جدا مع مثلا مع البرودكت اونر او الشخص اللي بيديني الفيدباك، ان هو بيخليني ازاي مثلا عايز اعدل هنا، عايز اضيف هنا حاجه. فده كان بيقوي اكتر من الكوميونيكيشن بيني وبين الشخص المسؤول عن البرودكت نفسه. بس فهي دي الفكره يعني عن المشروع. عظيم جدا، عظيم جدا. طيب يعني انا هتنقل برضو السؤال لآية وعبد العزيز. خلينا نقول ان عبد العزيز هو كان صاحب المركز الاول في الكويست، وآية كانت صاحبة المركز الثاني. و... واصلا ما كانش في مركز تاني. بس خلينا نقول ان الهوم ورك والبلان والاستراتيجي بتاعتهم كانت عظيمه. تمام. خلينا نقول انت بدايه شغلك بتبدا آه، تبلان ازاي، تحط الاستراتيجي ازاي اول ما ابتديت الشغل بتاعك. وطبعا انت شايف السكور كارد بتاعك. تمام. وانت عارف نقط القوه بتاعتك، فقلت انا مثلا هركز في دي. تمام. فخلينا يعني ناخد منكم انسايتس ازاي تبربير نفسك في اول بدايه شغل جديد. شغل جديد يعني تاسك جديده. وهكذا. اتفضل يا عبد العزيز. مساء الخير. معرفش هي الكاميرا وقفت مرة واحدة عندي، مش عارف ليه مم. بصراحة. دي حاجة غريبة يعني. فبحاول أشغلها مش شغالة، فاعذروني عن الكاميرا. وحابب أشكركم جدا على وجودي النهاردة. أنا بجد يعني أكتر من مبسوط. وحابب أشكر باشمهندس أحمد محسن، باشمهندس أسامة، باشمهندس محمد على الكلام الجميل. حابب أعرفكم عن نفسي الأول. انا عبد العزيز البدوي، انا يو اي يو اكس ديزاينر من 2018. حرفيا مجال اليو اي يو اكس في 2018 كنا لما بنيجي نحضر
بنعمل زي ميت اب او حاجه كده، بنبقى عباره عن 20 واحد. تمام. وايه التوك بتبقى يعني ايه الفرق ما بين اليو اي واليو اكس، يعني ايه الفرق ما بين اليو اي والويب ديزاينر. كنا بادئين المجال طبعا في 2018، كان حاجه يعتبر اغلبنا يا اما جاي من الديبارتمنت بتاع الماركتنج او السيلز او البروجكت مانجمنت عموما، او جايين من ناحيه الفرونت اند وكده. فمن 2018 بدات الكارير بتاعي كيو اي يو اكس ديزاينر. طبعا كانت الريسورسز ليميتد شويه، مش زي دلوقتي مثلا في حاجات اوف لاين، في حاجات اونلاين، في اي تي اي، في حاجات كده راوت وكده. لا، كان الحاجه الاكتر حاجه موجوده ممكن نتعلم منها في 2018 كانت هي البلوجز او فيديوهات اليوتيوب. ما كانش فيه كورس كبير، حتى كان ما فيش فيجما ما كانش منتشر قوي، كان سكتش واكس دي. تمام. فانا بدات باكس دي على ما اعتقد يعني. فدي كانت بداياتي في اليو اكس ديزاين. بداياتي كفريلانسنج كانت في ثالثه ثانوي. يعني ممكن نسيت امنشن الحته دي، انا في اخر سنه في هندسه اتصالات جامعه عين شمس. فانا بدات كاريري بتاع الديزاين من وانا في اولى ثانوي. قبلها كنت جرافيك ديزاينر من وانا في ثانيه اعدادي، يعني كان اول كلاينت عشان اسمي نفسي جرافيك ديزاينر، كان اول كلاينت ليا كان في ثانيه اعدادي. كنت بعمل حاجات برينتابل، كروت وبوسترات وسوشيال ميديا ماتيريالز وكده. فمن وانا في ثانيه اعدادي يعتبر بدايات فكره ان انا ابقى ديزاينر يعني وكده، لغايه ما في اولى ثانوي بدات جزء تعالى في مجال جديد اسمه يو اي يو اكس ديزاينر. الستارت ابس كانت ترند جدا، اوبر وكريم والدنيا كانت ماشيه في المسار ده قوي. فمن هنا بدات فكره ان انت تبقى يو اي يو اكس ديزاينر. فمع الليميتد ريسورسز وكده تبتدي ان انت تعتمد على نفسك اكتر، تبدا ان انت تسيرش اكتر. فكره انك تتعلم بنفسك، انك تسيرش بنفسك، دي اكتر حاجه بتفتح لك عينيك على حاجات كتير قوي. انت ما يعني انا مش عايز اقول حاجه على حد يعني، بس انت لو اعتمدت في علمك او ان انت تذاكر في مذاكرتك على مجرد كورس او مجرد ريسورس واحد، حاجه فيديو او كده، فانت يعني بتجني على نفسك، انت بتضيق نفسك في الحاجه اللي الانستراكتور بيعرف يشرحها. لا، انت لازم تبدا تقرا كتب، تقرا بلوجز، تتفرج على فيديوهات. من هنا تقدر ان انت تبدي يعني تبقى عندك علم اكتر وبرسبكتيفز اكتر عن الديزاين. بالنسبه لسؤالك ايه هو الحاجه اللي انت قبل ما تبدا تفكر فيها وانت بتعمل البرودكت، اول حاجه ان انت تفكر انك بتعمل برودكت. يعني عايزك تركن بقى جزء ان انت ديزاينر على جنب، وجزء الفيجوالز، وانا هعمل كومبوننت شكله حلو وهعمل ديزاين تحفه وانيميشنز خطيره وكده. عايزك تركز تماما عن انك بتعمل برودكت. البرودكت ده لازم يبقى ليه هدفين، ده كل ده في المايند سيت بتاعتك من جوه. يا اما انا بسهل حياه الناس، يعني بعمل حاجه بتسهل حياه الناس، يا اما انا بعمل حاجه بتحل مشكله معينه. فانت اول ما تبدا البرودكت كده عايزك تركن على جنب فكره اليو اي تماما، وتبدا تقول انا ازاي هعمل برودكت. البرودكت ده هيدخل حياه الناس، يبقى جزء من حياه الناس. لان احنا مثلا قاعدين على جوجل ميت دلوقتي حالا، هو جزء من حياتنا. هو الديزاين بتاعه فكرته ان هو يعني يدخل حياتنا ويفضل معانا. نفس موضوع اوبر، نفس موضوع طلبات، نفس موضوع فيسبوك ولينكد ان وكده. الهوك موديل او الحاجات اللي الناس بتديزاين عليها البيز عليها من الاساس، هي فكره ان البرودكت ده يبقى يوزابل واكسسبل لاي حد. فحتى في الفيوتشر كويست، لما انت تيجي تفكر في الكويست، ارجو ان انت ما تفكرش ان انت تعمل ديزاين شكله حلو، لان خلي بالك الديزاين اللي حلو ما بيبهرش غير الديزاينرز، انما البرودكت اللي شغال كويس بيبهر كل الناس. فخلي النقطه دي عندك، ان انت المايند سيت بتاعت ان انا بعمل فيجوالز حلوه ويو اي حلوه وكده، الكلام ده بيبهر الديزاينرز كلها. وده سؤال حد في البرزنتيشن، يعني حد سال في الكيو اي بيقول وانا عايز اعمل برزنتيشن، انا مش عارف اعمل برزنتيشن وكده. صدقني والله البرزنتيشن مش بتمبرس غير الديزاينرز اللي هيعمل لك ابريشيت على بيهانس او لايك على انستجرام. لازم لما تيجي تفكر في البرزنتيشن خلي البرزنتيشن متمحوره حول ان انت ايوه يا سيف،
خلي البرزنتيشن كلها متمحوره حول ان انت بتعرض الشغل بتاعك، توري الكي بوينتس بتاعتك. انا هنا ليه خدت القرار ده. ويبدا الحاجه الثانيه في النقطه الثانيه في الديزاين هي الديزاين ديسيجن. لازم الديزاين ديسيجن بتاعك يبقى رايح ناحيه ان انت بتحل المشكله، ان انت بتساعد، ان انت بتوفر حياه الناس. فتيجي بقى النقطه الثانيه في سؤال احد قال لك ايه الفرق ما بين اليو اكس ديزاينر والبرودكت مانجر. اليو اكس ديزاينر بيركز على الحاجات اللي تخص البرودكت من جوه، يعني بيركز على الاكسبيرينس بتاعت البرودكت، بيركز على الفيجوالز بتاعت البرودكت، يركز على الاكسسبيليتي، الافشنسي وكده. لكن البرودكت مانجر لا، بيركز بقى على البرودكت اوفرول، من حتى من ناحيه البيزنس، من ناحيه الماركتنج، من ناحيه النيدز، من ناحيه الكاستمرز نيدز وكده. فهو ده السؤال بتاع ايه الفرق ما بين اليو اكس. اليو اكس هو بيركز على البرودكت قوي من جوه، كيو اكس، كفيجوالز، كافشنسي، اكسسبيليتي، الحاجات دي كلها. لكن البرودكت مانجر هو حد بيركز على البرودكت اوفرول. حتى بيقول ان البرودكت مانجر او البرودكت ديزاينر بيبقى في جزء منه بيزنس قوي، يعني حتى في ناس بتدرس بيزنس تاخد ام بي ايز وعشان يعني يقول لك انا يو اكس ديزاينر معايا ام بي اي فانا بقيت برودكت مانجر او برودكت ديزاين. فده رد على السؤال. فعشان يعني اكتر، يعني النصيحه الوحيده اللي اقدمها لاي حد دلوقتي بيسمعني وعايز يبقى يو اكس ديزاينر، يا شباب ركزوا على ان انت تعمل حاجه تسهل حياه الناس، ان تعمل حاجه تانوفيت، تبتكر حاجه جديده تسهل حياه الناس وتحل مشاكل. احنا كديزاينرز دورنا كلنا نحل مشاكل. يعني لو جيت خدت كلمه يو اي يو اكس ديزاينر دي قسمتها هتلاقي انها يو اي ديزاينر. فانت في حاجه واسمه عندك هو كلمه ديزاينر. فانت قبل ما تبقى يو اي فانت ديزاينر. فالديزاينر هو الشخص، حتى في تعريفه يعني بعض الكتب، هو الشخص اللي بيحل المشاكل. خلي الكونسبت ده في بالك، ان انت بتحل المشاكل، ان انت بتساعد الناس، بتسهل حياه الناس. اعتقد قلتها 6 أو 7 مرات، بس انا باكد عليها تاني، ان انت لازم 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 تبقى شخص انوفيتيف في حته انك تحل المشاكل وانك تسهل حياه الناس. ما اسف ان انا طولت بقى. لا لا لا، عظيم جدا يعني. آه، القصة مؤثرة. تاني إعدادي وأولى إعدادي وثالثة ثانوي من 2018 ومن أيام الإكس دي والسكتش وهكذا. يعني الصراحة إحنا اتشرفنا بيك أصلا يا عبد العزيز، إنك أنت واحد من ربنا يخليك يا رب. اللي عندنا. طيب خلينا ننتقل لآية. ازيك يا آية؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله. هو كان سؤال حضرتك على ازاي البلان بمشي بيها في البروجكت. بالظبط، الاستراتيجي. انا هبدا دلوقتي شغلانه تاسك، ايه الاستراتيجي اللي ابدا اشتغل بيها؟ ايه البلان اللي انا المفروض احطها؟ ايه الهوم ورك اللي المفروض اعمله؟ طب تمام. هو اول حاجه بس هعرف نفسي الاول وبعد كده هبقى ارد على سؤال حضرتك. اول حاجه اهلا بكم، انا آية شربي، حاليا براند ديزاينر انترن في نون فود، وبقالي يجي سنتين يعني شغاله، او ممكن تقول انا بذاكر يعني في اليو اكس واليو اي ديزاين فيلد. كنت عرفت اليو اكس واليو اي ديزاين فيلد من واحده من الستودنت اكتيفيتيز اللي انا كنت فيها. كان في سكولرشيب اتفتحت لينا لليو اكس جوجل سيرتيفيكت على ما افتكر، كانت اللي هي ب7 كورسات يعني وكده. وقتها كنت كارهه جدا الكودينج وانا في سنه تانية اصلا. فحبيت ان انا اشوف ايه اليو اكس ديزاين ده، لانه كان جديد على مصر تقريبا يعني المجال. خدت وقتها ال7 كورسات دول، ووقتها حسيت ان هو واو، لا المجال انا اول مره اعرف اساسا ان في مجال موجود كده، في ناس بتفكر بالطريقه دي، في ناس موجوده بس عشان تحل مشاكل الناس ببرودكتس بتتوجد على ارض الواقع، زي مثلا اوبر ولا طلبات ولا كريم ولا غيره. فوقتها اكتشفت اللي هو لا، انا عايزه اتطور شويه في المجال ده، عايزه اعرف عنه اكتر، اتعمق فيه شويه. ازاي ممكن اللي انا ابقى ديزاينر زي الناس دي، ابقى ديزاينر زي الناس دي، احل مشاكل الناس، يتم استخدامه كل يوم البرودكت ده. فمن ساعتها، وانا بعد ما خلصت طبعا الكورس بتاع جوجل، من ساعتها وانا قاعده بحاول اتعمق في المجال اكتر، اقرا ارتكلز، اشوف يوتيوبز، اتابع بودكاست موجوده على اليوتيوب.
زي البودكاست بتاع أيمن طاهر على ما أفتكر وأشرف عمران وغيره، يعني من الناس الموجودين حاليا في المجال الكبار، يعني عن اكسبرت يعتبروا في اليو اكس واليو اي ديزاين. بالنسبة للسؤال حضرتك، أنا أول ما عرفت موضوع الكود كويست المسابقة كنت عرفتها من الجروب بتاع اليو اكس جوب، كان محمود عامر كان بعته على الجروب. فوقتها قريت شوية عن الديتيلز بتاعت المسابقة، وفهمت ايه الديليفربلز اللي مطلوبة والحاجات دي كلها، فقلت خليني اجرب ليه لا يعني. وكانت بالنسبة لي تعتبر تشالنج جديدة هدخلها، لان انا عمري ما كنت يعني بقالي سنتين بذاكر يعني وكده، بس عمري ما جربت اللي انا اعمل ريسبونسيف ديزاين، ان هو كان طالب وقتها تابلت موبايل ديسكتوب وكله. فوقتها قلت ان انا هاخد الحاجه دي از تحدي، بحيث ان انا اعرف ازاي اتعلم البوينت المعينه دي. وقتها فعلا خدت الاسبوعين دول، بدات ان انا انظم وقتي. لان التايم مانجمنت يعتبر اهم حاجه في الكومبيتيشن دي، كانت هي العامل الاساسي في ان انا اعرف اوصل للسكور ده او البليس ده يعني. فاول حاجه حاولت ان انا افهم هي ايه المشكله اساسا اللي كانت موجوده في الداشبورد او في التاسك نفسها اللي كانت موجوده، فبالتالي احتاجت ان هي يبقى ليها ريديزاين. وقتها حاولت ان انا اشوف لا ممكن يكون النافيجيشن هو اللي فيه مشكله، ممكن فاهمين الفكره، اللي هو بدات احاول افهم ايه اليوزر بين بوينتس اللي موجوده حاليا في الانترفيس دي. اليوزر ليه مش قادر ينفذ التاسك اللي هو داخل عشانها؟ اي برودكت في الدنيا او اي ابلكيشن او ويب سايت ايا يكن هو موجود، اللي بيجي يحل مشكله يوزر ما معينه او بيسهل يعني حياه يوزر، بيجي يحلها بان اليوزر يقدر يدخل يعمل حاجه ما معينه، التاسك ما معينه خلصت تمام، الدنيا فل في يوزر ساتسفاكشن. انما حاليا في التاسك دي او في الانترفيس الجديده دي لما جيت ابص ده في يوزر بوينت هنا، في مش عارفه في الكي فيتشرز اللي موجوده في الداشبورد هنا مش باينه قوي، فايه المشكله؟ مثلا لا النافيجيشن فيها مشكله، لا الانفورميشن مثلا الهيراركي مش مظبوط، وهكذا. فبدات اللي انا اشوف هي اصلا ليه في مشكله اصلا، ليه الناس بتواجهها مشكله، او ليه مثلا محتاجه انه يبقى في ريديزاين. فدي اول حاجه عملتها. تاني حاجه اللي انا بدات اشوف، طيب ايه الكومباتيتورز اللي بيعملوا حاليا، لو في مثلا للتاسك الانترفيس المعينه دي مين الكومباتيتورز الموجودين حاليا في السوق، اقدر مثلا ان انا اشوف هم حلوا البروبلم دي ازاي، استخدموا ايه معين، ايه اليو اي ستايل مثلا اللي كان موجود، وهكذا. وزي ما كان قبل كده باشمهندس عبد العزيز كان قال ان الموضوع مش بس ان انت تعمل حاجه فيجوالي شكلها حلو، لا انت تحاول ان انت تحل بروبلم معينه، حتى لو كان الابلكيشن مش ألذ حاجه، بس على الاقل اتليست انت بتخلص التاسك اللي اليوزر داخل عشانها الابلكيشن. بتعمل الريسيرش بتاعك زي ما انا قلت قبل كده، بتعمل الريسيرش بتاعك، بتشوف مين الكومباتيتورز بتوعك. ايفن في مره من المرات قبل كده كان في بروجكت ليا فريلانس، لما كنت بعمل كومباتيتور ريسيرش انا كنت بدخل على برودكت هانت ده بيبقى فيه كل الاوبينيونز والكومنتس بتاعت اليوزرز على برودكت ما معين هم استخدموه، كنت بقى بجمع كل كومنت بشوف ايه هو ده نيجاتيف، فبالتالي عشان مثلا بروبلم واجهوها في البرودكت، فبالتالي انا مش هعمله في البرودكت بتاعي، مش هحطه في الحته دي. فكنت بصنف وقتها الكومنتس دي نفسها، فدي واحده برضو من الريسيرش اللي كنت بستخدمها لما اجي اعمل كومباتيتور ريسيرش. كان برضو بعد كده بعد ما بخلص الموضوع ده ببدأ ان انا سكتش على السريع واي فريم، بشوف ممكن الكومبوننت ده نحطه هنا ولا لا نحطه هنا، وهكذا لحد ما اشوف انه الدنيا كده تمام لذيذ. ابدا بعد كده ادخل في اليو اي، الكالرز اللي انا هستخدمها، الديزاين سيستم اللي هعمله، بحيث ان يبقى في كونسيستنسي في الانترفيس بين كل انترفيس وانترفيس ثانيه، الاقي ان في كونسيستنت في الكالرز في الفونت نفسها، وهكذا. بس عظيم جدا، شكرا ليكي جدا يا ايه. برضو انا عايز اتكلم عن يعني جزئيه في وقت الاكسكيوشن وفي وقت الديفلوبمنت بانت في البري سبمشن بتاعت الشباب. هو فكره تحدي اليو اكس، الشباب كان معاهم يو اكس اوريدي موجود، واتس اوريدي كرنت بلاتفورم موجود، تمام، بيتعمل له ري ديزاين وبيتعمل له ري انوفيشن، تمام. تحدي اليو اكس ده دايما شيء ايجابي. طيب خلينا نقول ان تحدي اليو اكس دايما بيجي بثلاث نقط، تمام. هو الاضافه او الازاله، تمام، انك تضيف حاجه يوزر ستوري، انك تشيل يوزر ستوري عشان ما بتخدمش الاكسبيرينس،
والانهانسمنت. تمام. فخليني ارجع لعبد العزيز واساله، آه، انت من الاشخاص اللي اشتغل على الثلاثه ريسك دول، يعني انت خدت الثلاثه ريسك، انك انت شلت وضفت وحسنت في اليو اكس، مم. تحديت اليو اكس مم. بطريقه. ايه الريسك اللي بتقول انا ممكن اخده ودايما هو ده الاكثر ارتياحيه بالنسبه لي؟ طيب، هو اكتر ريسك في تحدي اليو اكس، يعني انا في الديزاين بتاع كلاس بيل بالذات، ان انا اوريدي بتعامل مع ال ام اس مثلا بتاع الجامعه. فانا اوريدي مثلا في حاجه ممكن انا حاسس انها كذا، يعني من وجهه نظر اليوزر هي مريحاني قوي، حاجه انا متفهمها جدا واتعودت عليها بقالي 4 سنين مثلا مع ال ام اس الجامعه. فانا اوريدي حابب ان الحته دي مثلا، او يعني حاسس ان الحته دي او بالابروتش ده في الديزاين، هو ده ممكن يساعد التيتشر بشكل او باخر. ف... ففكره ان انت تتحدى اليو اكس ده بيبقى بسبب وجهه نظر. يعني هو برضو نرجع لنقطه الديزاين ديسيجن، كان ديسيجن ان انا هتحدى اليو اكس في النقطه دي، لان انا حاسس ان في ابروتش امثل بيزد على برودكت انا استخدمته، او حاجه انا قريت عنها مثلا. فهي زي ما قلت لحضرتك قبل كده، هي ديسيجن بيزد على حاجات. فتحدي اليو اكس بيبقى لو انت حاسس ان انت هتبدا تانوفيت، او تحس ان انت مثلا في حته الاضافه ان انا حاسس ان انا ممكن اسهل نقطه معينه فابدا اضيفها. حته الازاله، حاسس ان مثلا الحته دي مش في مكانها الصحيح، هي يعني مهمه واحنا محتاجينها، بس يعني مثلا نبدا نقول انا كتيشر مثلا، هل انا محتاج اشوف اللقطه دي في اول حاجه خالص، في اول سكرين خالص؟ لو الاجابه كانت لا، فانت تضطر ان انت تغير مكانها. فانت بتمشي في الفلو بتاع انك تعدل في اليو اكس بيزد على ان انت في ستوري معينه جوه دماغك، او فلو معين، او جيرني معينه بمشي عليه. يعني انا حاسس ان التيتشر محتاج يمشي عليه. فلو انا حسيت ان التيتشر محتاج يمشي، يعني او الفلو طلب ان هو يمشي بطريقه معينه، هنا نبدا ان احنا نزيل او نضيف او نحسن. عظيم جدا، عظيم جدا. طب انا هروح بقى للسؤال لأسامة. أسامة، الانهانسمنت على على اليو اكس اللي جاي لك، من وجهة نظرك ايه البروز والكونز بتاعته؟ يعني أسامة معانا صح ولا وقع مننا؟ غالبا مننا. طيب، نروح لآية. تمام، آية لسه معانا. تمام. بالمناسبة المنافسة دي كانت ليها مركز واحد فقط لا غير. تمام. بس التحدي بتاع الإضافة، الريسك اللي خدته آية في إنها تضيف حوالي أكتر من 6 كومبوننت، تمام، هو اللي خلى العميل يقول أنا عايز الإضافات دي، أنا عايز الانهانسمنت دي. تمام. وابتدى إن إحنا نقول لا، بقى في مركز تاني وفي ريورد للمركز التاني. تمام. فخلينا نقول برضو يا آية، يعني خليني اخد من وجهة نظرك كده البروز والكونز بتاع الإضافة، امتى يبقى مفيد وامتى يبقى غير مفيد؟ طيب، هي البروز الأول حاجة، الإيجابيات بتاعت اللي أنت مثلا تضيف حاجة ما معينة في انترفيس اوريدي. مشكلتها إنه ممكن تبقى أنت كده بتزود ممكن نقول إيه، إن يبقى في زحمة شوية في الشاشة، في حالة لو مثلا هي unneeded أصلا. هي مشكلتها إن ممكن تكون أساسا unneeded في الحتة دي مثلا، أو إن هي تعمل زحمة في الكومبوننت ده، ممكن يكون عامل زحمة في الانترفيس دي. ممكن اوريدي اصلا ممكن تبقى الاضافه دي تبقى موجوده، مش بتحل لايك ايه بزنس ريكويرمنت اساسي، او مشكله اساسيه فعلا، مش متعتبرش من البيزنس ريكويرمنت اللي هي اساسا مطلوبه مني، وان هي اساسا ممكن تكسب البيزنس. لو هي مش بتكسب البيزنس دي اساسا هيحتاجها في حاله لو اوكي هي ممكن تفيد اليوزر، بس هل هي هترجع ليه بامباكت كبزنس؟
هل هي هتفيدني؟ هل هي هتكسبني؟ هل هتخلي مثلا اليوزرز ان هم يستخدموا الابلكيشن اكتر، فبالتالي انا هكسب من كبزنس، هيبقى فيه لايك ايه، هيبقى فيه امباكت او رد فعل ليا، انا هكسب وقتها. فدي ممكن تبقى واحده من الايجابيات لو في حاله في اضافه جديده على الريديزاين بتاع الانترفيس نفسه. انما ككونز انه ممكن اساسا ما تبقاش اساسيه، ممكن ان هي ما تبقاش ضروريه. لو اليوزر يقدر ان هو يخلص التاسك بتاعه، او يقدر ان هو يعني الابلكيشن بتاعه الفلو بتاعه سيملس جدا والدنيا تمام وزي الفل، خلاص ليه تحطها؟ ما دام هي لو هي موجوده، وممكن ان هي مثلا تتناقض مثلا مع بزنس ريكويرمنت تانية، او تتناقض مثلا مع حاجه تانية، طب لا خلاص شيلها، خليها موجوده ما دام الفلو ماشي والدنيا زي الفل تمام، الدنيا تمام. واصلا عشان كده اتوجد اليوزر تيستنج او الاي بي تيستنج، ممكن تقول عليه الاي بي تيستنج. هو موجود اللي انت بتروح جايب سكرين هنا وسكرين هنا، وتقول تجيب اليوزر ده تمام ولا ده احسن، تشوف انت كده تمام معاك الكومبوننت ده شكله كده احسن ولا كده احسن، ولا نشيله اصلا. فدي يعتبر يعني من ضمن التكنيكس يعني اللي انت ممكن تعملها عشان تتاكد هل الانترفيس او الاضافه اللي انت حطيتها في الريديزاين ده تمام ولا لا. تمام، عظيم جدا عظيم جدا. يعني معرفش أسامة لسه موجود معانا ولا تمام، مين؟ موجود. تمام. أسامة، أسامة، بالنسبة لفكرة إنك أنت تتحدى اليو إكس، إنك أنت تشيل منه حاجة، تمام، أو إنك أنت تحسن في يوزر ستوري معين، تمام. خليني أسمع من وجهة نظرك إيه البروز والكونز في التحدي ده. أنا بقول إن هو ده ريسك، أنت بتاخد ريسك، تمام. بالظبط. ريسك يطلعك لفوق، وريسك ي- يجيبك الأرض. بالظبط. إيه رأيك؟ إيه البروز والكونز بتاعك؟ هو مبدئيا كده طبعا يعني فكرة النولج اللي بتبقى متكونة اوريدي عندك قبل كده من واقع بقى دراستك، أو أيا كان الريسورسز اللي أنت أخد منها المعلومة. فأنت لو هتدوس مثلا في البروسيس بتاعت اليو اكس، طبعا أول حاجة بصينا عليها كلنا كانت اليو اكس اوريدي اللي كان معمول للبروجكت قبل ما نبدأ فيه. فالمشكلة إن طبعا لو كان الباك جراوند عن اوريدي ان كان لا المفروض يتوفر واحد اتنين تلاتة في الفترة اللي انا كنت موجود فيها، ففي حاجات اوريدي ما كانتش موجودة يعني. واكبر ريد فلاج كان بالنسبة لي في اليو اكس هي حتة الكومباتيتيف اناليسيس. دي كانت بالنسبة لي يعني مرعبة، ان حاجة زي كده مثلا ان انا ما تكونش موجودة في اليو اكس بروسيس. لا، لان هي اوريدي عليها عامل كبير جدا، ده هيخليني اخد ديسيشن مختلفه 180 درجه عن اللي انا كنت اوريدي اصلا هعملها في البدايه لو مع نفسي، او اوريدي هي كانت متوفره. فطبعا اول حاجه عملتها لما ما كانش فيه كومباتيتيف اناليسيس، بدات ان انا اشوف طيب اكيد احنا ما بنعملش اختراع للعجله، اكيد في بلاتفورم تانية بتوفر نفس اوريدي البروجكت اللي احنا اوريدي شغالين عليه بالفيتشرز ديت بكل حاجه. فبناء عليه طبعا من تيبل كبير جدا من الكومباتيتيف اناليسيز انت تبدا ان انت تنسباير منهم. طب الفيتشرز اللي موجوده ايه اكتر فيتشرز هم مستخدمينها؟ طب اليوزر فلو جوه الويب سايتس بتاعتهم دي هتكون ماشيه ازاي؟ ده هيبقى متوافق مع احتياجاتهم او اوريدي البيزنس ريكويرمنت اللي هم عاملينها في البلاتفورم بتاعتهم ولا لا؟ فطبعا ده كان بالنسبه لي تحدي ان حاجه زي كده ما تكونش موجوده، وان انا ادوس فيها علشان اطلع ببدايه ليا في البروجكت. فطبعا بناء بس على الكلمه اللي قلتها، هي جزئيه ان انت لما تكون اوريدي عندك نولج بحاجه او بتتعلم مع نفسك، غير لما تبقى موجود اوريدي في شركه ويبقى في حد اوريدي سينيور موجود معاك في بروسيس اليو اكس بالذات. اللي انت بتتعلمه حاجه، وواقع ان انا شفته في شغل الفريلانس او ان انت تدوس مع نفسك في بروجكت، ده بيبقى شيء، واوريدي شغل بقى الشركات ده بيبقى حاجه تانية خالص. تلاقي لا بروسيس منظمه يعني. اوريدي انا كان اخر يوم ليا، عشان بس اقول لكم ان انتوا وشكم كان حلو عليا. انا اخر يوم ليا يوم الخميس، وانا بسلم التاسك بعدها اتقابلت في اول جوب ليا. كان الاول كان جزء فريلانس، والحمد لله اتحول لفول تايم مع ستارت اب، شركه ستارت اب يعني.
فحته ان في سينيور يكون موجود اوريدي معاك ويقول لك لا انت خلاص احنا النولج اللي انت اوريدي متعلمها او اخدها دي حاجه، وان احنا بقى نبدا ان احنا نطبقها صح حاجه تانية. فانت تكتشف مع الوقت ان انت اوريدي اللي انت عارفه ده لا محتاج تنظيم، محتاج ترتيب للافكار، محتاج لا في بروسيس صح انت بتمشي عليها كيو اكس. قبل اخر حاجه ان انت تفكر فيها اصلا هي اخر ما يخطر على بالك هو الالوان او الشكل النهائي اللي هيبقى طالع ازاي، لان اوريدي هيبقى اليو اي اللي هيطلع في الاخر ما هو الا وليد كل المراحل بتاعت اليو اكس اللي انت عملتها. فده كان بالنسبه لي اكبر تحدي، ان كان في بس اجزاء في اليو اكس كانت اوريدي كانت ناقصه، وانا حاولت ان انا ابيزد عليها وادور عليها واوجدها عندي وبس كده. عظيم جدا، عظيم جدا. طب أنا قبل ما أروح لمحمد عايز أرجع لباشمهندس أحمد محسن. آه، معانا أحمد محسن صح؟ موجود. طيب مبروك. يعني خليني أسألك سؤال. يعني أنا شايف تحدي اليو إكس ده ريسك، تمام؟ بس أكيد ليه ضوابط. يعني خلينا نقول الريسك صح إنك أنت تتحدى اليو إكس، تمام، وتقول أنا هضيف هنا، أنا هشيل ده، أنا هحسن في ده، بس لازم يكون ليها ضوابط أعتقد يعني، أو ليه توليرنس. أنا راجل في البيزنس وريسك مانجمنت، ليه توليرنس، لازم يبقى ليك توليرنس معين. ايه الضوابط والتوليرنس قبل ما اخد ريسك زي ده؟ خلينا نقول يعني الجزء اللي منشنته إن في الآخر هنعمل ده علشان نديليفر فاليو ونديليفر أو نحل مشكلة معينة، تمام. ودوت يعني باختصار كده اللي هو بالنسبة لي اللي بيشاور على الجوب تو بي دون فريم ورك. تمام، إحنا ليه أصلا بنعمل البروجكت ده؟ ليه بنعمل الكومبوننت ده؟ تمام. فالتوليرنس بتاعك هو الجوب تو بي دون. يعني ما ينفعش حاجه اسالك انت ليه غيرت دي؟ لا حسيت شكلها احلى، تبقى كده احلى. لا الكلام ده مش مقبول بالنسبه لي. تمام، هترد عليا تقول لي انه اللي انا فاهمه ان المفروض ان الحاجه دي او الكومبوننت ده او السكرين دي بتفولفل الجول الفلاني. فبيزد على دوت لقيت ان انا الترتيب دوت او الابروتش ده هيسرع الفولفيلمنت. تمام. الطبيعي برضو ان انت بتكون شغال في سياق يعني عندك قدره على التواصل مع الشخص اللي بيعمل اليو اكس. تمام. فممكن قبل ما تستيب ان وتحرق وقت اسبوع او عدد ساعات تشتغل على التغيير دوت، ترفع عليه التليفون وتواصل معاه. تمام، ده في السياق اللي هو جوه بيئه العمل. ما تقدرش اسبوع وتقول انا شايف عندي وجهه نظر. طب ما كنت بتتناقش لو الشخص ده افيلبل اكسسبل، اتكلم معاه، قول له انت ليه فكرت في كده؟ ليه المفروض نعمل دي او ليه انت عايز ده؟ وابتدي تحداه، يعني اتحداه ان انت تاخد وتدي معاك في الكلام. لكن ما يعني في المقابل جوه بيئه العمل لا، يعني ما تحرقليش اسبوع مع نفسك او وقت طويل يعني من وقت الشغل وتمشي في دايركشن تاني لوحدك من غير ما ترجع للتيم بتاعك. اتكلم مع البرودكت مانجر، اتكلم مع البرودكت اونر، اتكلم مع لو في حد متخصص يو اكس اتكلم معاه. تشالنج them، خش معاه في مكالمه نص ساعه، اتكلم معاه في الموضوع ممكن يقنعك. لا هو اصل هو عاملها لسبب تاني، انت كنت عندك توقعات غلط او ما كنتش كتير قوي بالنسبه لك الاوبجيكتيف، وممكن انت تقنعه. تمام، يقول لك طب تمام لا غلط. فالكوميونيكيشن يعني أو من أكتر الأخطاء برضه اللي هو ضيفها في الليستة اللي هو الكوميونيكيشن، إن إحنا نقعد وقت طويل ورا الشاشة من غير ما كوميونيكيت، من غير ما نتواصل مع الناس اللي حوالينا. تمام، عظيم جدا. يعني آخر سؤال عند محمد عبد الرحمن قبل ما ناخد الأسئلة، عشان إحنا خلاص يعني وي ران اوت اوف تايم، واحنا يعني اعتقد ممكن نزود شويه ناخد اسئله الشباب كلها برضو عشان يبقى الموضوع انتر اكتف. محمد انا قلت عليك ترانسفورمر، قلت عليك الشخص اللي بيأدابت. فكره انك انت تعمل بري سبمشن
وتاخد فيدباك، تعمل اكستريم امبروف، تعمل حاجه تانية جديده فعلا. تمام. التعديل السريع ده انك انت بقيت تايتد على وقت محدد وبتحاول تمبروف بسرعه. التكنيك ده، خلينا نقول تكنيك، بعد ما بتاخد الفيدباك، التعديل السريع من وجهة نظرك بيبقى شكله عامل ازاي؟ هو بالنسبة لي الادابتابيلتي ان انت لما بتبقى عايز فيدباك من البيزنس اونر او البرودكت مانجر، هو انت بتنفذ الهدف اللي هو عايزه، فانت مش شرط في اول ميتنج معاه بتكون على نفس الفهم للحاجه اللي هو مثلا في دماغه. فانت لما بتيجي في الاول تعمل البري سبميت او بتعمل اول حاجه مبدئيه للحاجه اللي هو عايز يقدمها، وبعد كده بتشوف الفيدباك من البرودكت اونر ده. عن طريقها بقى بنشوف هو عايز، كان فعلا عايز ده في التصميم ولا لا، هو محتاج ان هو يعدل هنا، محتاج يشوف هنا حاجة معينة انت مش كنت على وعي بيها في التصميم بتاعك. فهو نفس اللي كان فعلا باشمهندس احمد كان بيقوله، ان هو احنا لازم فعلا نكون في كوميونيكيشن بين البرودكت مانجر والديزاينر، علشان يقدر انت توصل للحل اللي هو عايزه بالشكل المطلوب، وفي نفس الوقت بيحقق اليوزر جيرني المطلوبة. عظيم جدا، عظيم جدا. انا عندي كمية اسئلة لسه ما خلصتهاش. تمام. الوقت اتسرق مننا. طيب، خلينا نبدأ يعني فقرة الأسئلة. تمام. يعني يا جماعة فيل فري إن كنتوا ترفعوا ايديكم. تمام. أنا مش عايز أطول على المستمعين أكتر من كده، فيعني اللي هيرفع ايديه تمام هيسأل السؤال، هيختار. أنا هسأل السؤال لمين في السبيكر. تمام. وبعد كده يسأل السؤال. كان في حد أنا نزلت له دي، أنا كنت غلطان في المرة اللي فاتت. عمل اللي هو كان أحمد زيادة أعتقد، أو أحمد أبو زيادة. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. مساء الخير جميعا. وفي البداية أحب أشكر حضراتكم جميعا على الإيفنت اللي احنا فيه ده، وأنا بعتبره ليا مهم جدا لأن لسه في بداية المجال. وأعتقد أن أنا استفدت من السبيكرز، كل واحد قال حاجة مهمة جدا هبتدي إن أنا أشتغل عليها. أنا كان عندي سؤال. الأول أحب أعرفكم بنفسي. أنا أحمد، مصرف بنك القاهرة، سينيور في مجالي بقالي 5 سنين في البنك، وحاليا بعمل شيفت كارير ليو اي يو اكس ديزاين. تمام. فانا اخدت كورس من روت اونلاين، بس بحكم شغلي ما كنتش عارف ان انا اطبق معاهم كويس او اشتغل معاهم كويس، ففي حاجات كتير قوي وقعت مني. تمام. فانا بحاول اجيبها دلوقتي عن طريق مثلا حاجه وقفت معايا اشوفها في فيديوهات، تعمل سيرش على اليوتيوب مثلا، او اسال ناس سينيور موجودين معايا، وفي ناس بتتعامل معايا كويس جدا وتفيدني كويس. بس لحد هذه اللحظة أنا مش عارف إن أنا أبدأ منين. هل أكمل زي ما أنا بكمل مثلا أسرش على أي حاجة بتقع مني، ولا أروح شركة انترنشيب فيها مثلا، أو مثلا في منحة في الاي تي اي دلوقتي أقدم فيها. أنا مشتت دلوقتي لأن أنا بطلع من كارير أنا سينيور فيه أصلا لكارير تاني أبقى جونيور فيه، فدي بالنسبة لي برضو صعبة. والله ولا التشالنج اللي انت بتقوله صعب فعلا، لان يمكن أنا مريت بيه مرتين. ف هو بيبقى فيه خسائر جانبيه، دي حاجه طبيعيه ان انت وانت بتعمل شيفت كارير. نصيحتي ليك يعني اطلع ببورتفوليو، ذاكر البيزكس، عندك السبع كورسات بتاعت جوجل. ذاكر، ارجع راجع الفاندمنتالز، وحاول تطلع ببورتفوليو مش كبير، بس الاتجاه الصح. عندك كود كويست، تبتدي تنافس على المشاريع اللي موجودة، تاخد فيدباك، ده هيطور منك. تاني، البورتفوليو مش بالكم لكن بالكواليتي. وأخيرا إنه ممكن تبتدي، يعني هو مش عارف أقول لك
خش انترنشيب. ممكن لو دخلت انترنشيب حاول تخش انترنشيب مثلا مع ناس التايم زون بتاعها مختلف، مثلا في أمريكا. بحكم إن أنا بحاول أساعدك إنك مثلا لو أنت بعد الدوام بتاعك في البنك تقدر تكون available، بحيث إن أنت ما تتخلاش على وظيفتك في البنك إلا لما تبقى confident من مستواك ومن الدخل. لأن كلنا بيبقى عندنا التزامات مادية، بيبقى صعب أوي نرمي حاجة ورانا وباتجاه المجهول. دي حاجة أنا متفهمها جدا. فأنا نصيحتي ليك حاول تاخد انترنشيب. لو مكانك هحاول أبص على انترنشيب بره. لو لغتك الإنجليزية كويسة حاول تبص على السوق الغربي، تقدم فيه على انترنشيب. ممكن برضه جزء من الليرنينج بتاعك إن أنت تأبلاي على شغل فريلانس حتى لو أنت جونيور. هو قيمة الفريلانس مش في الفلوس بتاعته، قيمة الفريلانس حاجتين: في الحرية كوقت إن أنت بتمارس الشغل على، يعني بتمارس برودكت ديزاين على أرض الواقع، تحاول تديليفر فاليو. مش بتعمل هايبوثيتيكال بروجكتس، مش بتعمل بروجكتس قوامية. وفي نفس الوقت بتاخد فيدباك. تمام. ف وعندك برضه كود كويس، هي اوبورتيونيتي ان انت تمارس ده. فلحد ما انت تبقى عندك لحد ما تجيلك الاوبورتيونيتي انك تتخلى عن وظيفتك الحاليه وجامب في شغلانه ثانيه. كان عندنا حالة زي دي. في الستارت اب عندنا كان في حد كان بيشتغل مدرس. آه، وكانت دي أول وظيفة ليه عندنا. ده الشخص اللي بقول لك عينته على البورتفوليو بتاعك. البورتفوليو بتاعك مش فيه غير بروجكت واحد بس. آه، طبعا مع فرق الدخل أنا ما أقدرش أقول لك إمتى تقدر تعمل الجامب دوت، بس يعني طبيعي إنك يبقى فيه قدر ما من التضحية علشان توصل لده. مش هيحصل بسهولة. عظيم جدا شباب. تمام حد تمام جدا يا هندسة. اتفضل. أنا بشكرك جدا على النصيحة دي، وأحاول أطبق ده من دلوقتي. وطبعا هي تضحية كبيرة إن أنا في التزامات كتير مطلوبة مننا، ففي الوقت الحالي صعب فعلا إن أنا أخدها، وصعب فعلا إن الوقت اللي عندي محدود. الدوام بتاعي من 8 ل 4 مثلا، فالوقت محدود فعلا. أنا كنت في 2000 2000 وكام 2007 كنت بشتغل في إيجي بانك، بس سبت المجال. سبت المجال ده دلوقتي. فيعني يمكن حاسس باللي أنت بتمر بيه كان صعب، بس أنا كنت في أول كاريري في البنك، ما كنتش لسه تقدمت في الموضوع، قسم شركات وكبيرات. عظيم جدا. شباب، لو حد عنده سؤال تاني يرفع يريز الهاند وناخد الأسئلة. لو ما فيش أنا عندي أسئلة كتير. لو الوقت مش هيسعف فاحنا ممكن فعلا يعني برضو نجمع لو في أي أسئلة نرد عليها ونبعتها على الكوميونتي. أكيد يعني ممكن نرد إن تسألوا أسئلتكم على الكوميونتي في الواتساب. وأكيد الإكسبرتيز اللي معانا برضو في الكول، إحنا معانا كذا إكسبرتيز يعني في الكول، هيقدروا يردوا علينا. خليني أنا هفاينلايز. تمام. سؤال بسيط. انا عارف ان احنا ممكن نكون بنعمل تشالنج صغيره بحيث ان يبقى مفيش there is no barrier to entry، زي احمد لما يكون عنده شغف في حاجه بس مش قادر يسويتش غير لما يطلع بورتفوليو. آه، آه، فكره سرعه الخبره اما تكون عندك تايم ليميتد، فكره المنافسه، سرعه الامبروفمنت اما بتاخد فيدباك وهكذا. تمام. فانا عايز اخد امبريشن من كل السبيكرز اللي معانا. ايه اكتر حاجتين استفدت بيهم في الجيرني بتاعتك اللي انت كنت فيها؟ تمام. ولو حد سألك، جه بعد كده سألك، او انت ما كنتش موجود في القصة دي قبل كده وجه سألك قال لك انا عندي مش عارف ايه في شغلانة وهي عبارة عن مسابقة وبتاع ومش عارف ايه، تنصحه بايه؟ تمام. ممكن نبتدي بأسامة. هو مبدئيا
برضو تعقيبا على كل الكلام اللي اتقال قبل كده، هي بس جزئية، وأنا شايفها من وجهة نظري إن هي أهم حاجة في رحلة حياتك، أو خصوصا في الكارير ده بالذات. إن حرفيا اللي ملوش منتور يشوف له منتور. يعني الكلمة دي أنا كنت قريتها وفعلا مؤمن بيها جدا جدا جدا. إن أنت يبقى في حد دايما بيسبورت ليك، بترجع له تاخد منه فيدباك، بتوري له أنا وصلت لفين، أعمل إيه، طب إيه المرحلة اللي بعد كده. هو مفيش حد اوريدي هيبقى ملتزم معاك يعني 100% إن هو ياخدك من إيدك ويوصلك. بس مهم جدا ان برضو يكون في حد اوريدي معاك على طول الطريق، بيشاور لك بس، ينظم لك الامور ستيب باي ستيب. لان انت لما بتضيف في حاجه فبيطلع قدامك في كل حرفيا نوليدج جواها نوليدج، والنوليدج جواها بحر نوليدج. فانا اصلا شايف ومؤمن بالموضوع ده. لأي حد اوريدي بيبدأ أو إن هو عنده باشن إن هو يكمل في الكارير بتاعه، ان يكون في جايد معاه، يوري له بس انا وصلت لفين، طب اعمل ايه، طب الرحله دي انا هكمل فيها ازاي. فانا شايف ان ده امر مهم جدا. حته بقى الكونكشنز ديت حلوه جدا، وده اللي كان اصلا يعني دافع عندي ان انا اخش واجرب في حاجه زي الكويست اللي احنا كنا فيه، وخصوصا كود كويست، ان انا اتعرف على حضرتك وعلى الباشمهندس احمد محسن، وعلى الباشمهندسة حنان. فده بالنسبة لي كان اوريدي مكسب من الرحلة. حتة إن يبقى فيه اوريدي كونكشنز حلوة أنت بتعملها، بتبرزك وبتبرز شغلك وبتدي لك فيدباك، وبتقول لك أنت برضو يعني واصل لفين من قدراتك ومن حدود معرفتك. ده بالنسبة لي مكسب كبير جدا، وأنا مؤمن بالموضوع ده. تمام، عظيم جدا عظيم جدا. يعني لو حد تاني عايز يدي امبريشن او يقول ايه اكتر حاجة خبرة اكتسبها في الوقت البسيط دي، وما بين آية ومحمد عبد الرحمن او عبد العزيز. اتفضل. معانا لسه شباب صح؟ اتفضل اتفضل يا محمد. طيب هو انا بالنسبه لي ان البروجكت ان انت اول حاجه بتقابل بيئه عمل زي اللي موجوده مثلا في الفريلانس او في المشروع. ان انت لو انت هتاخد مشروع في شركه، فانت هتعمل ميتنج مع الكلاينت، هتشوف هو عايز ايه، التعديلات بتاعته، التايم لاين اللي هو صغير جدا، فهيبقى عندك الضغط اللي انت ممكن تلاقيه في الشركه. وهتكسر حاجز الخوف عندك ان انت خلاص مش هتخاف من اي مشروع بعد كده تخش فيه، سواء ان هو في الفريلانس او هتقدم في الشركه. ان انت بتبقى عملت بورتفوليو من البروجكت ده، تقول انا عملت واحد اتنين تلاته، اتكلمت مع الكلاينت، عملت كذا. فده بيساعدك بعد كده وبيسبورت ليك في الانترفيو، مثلا لو هتقدم في شركه او في الفريلانس او ايا كان. بس عظيم جدا عظيم جدا. طيب خلينا نربط عشان احنا يعني تخطينا الوقت بتاعنا، واحنا اسفين جدا ان احنا تخطينا الوقت بتاعنا. احنا كان لسه عندنا اسئله كتير قوي 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 للشباب، تمام، وتحديات هم كانوا عاشوها. تمام. فخلينا نربط ويعني زي ما بيقولوا كده، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. تمام. انا متشكر جدا 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 للسبيكرز اللي كانوا حاضرين. تمام. ومتشكر برضو للاودينس اللي كانوا بيسمعونا. يا رب يا رب يعني نكون اسمه ده فدناكم، او يعني اضفنا حاجه، او زي ما قلنا آه، صدقه جاريه. تمام. تكون في نصيحه اتاخدت، او حاجه اتقالت تكون نورت عند ناس حاجه كبيره. وبرضو خلينا نقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. تمام. متشكر جدا جدا ليكم. يعني ده معناه إيه برضو؟ خلينا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. الناس اللي ما بتكسبش ريكوست، اللي ما بتعيش، ربنا ما بيضيعش شغلها ده على خير.
آه، لا بيجي لها رزق بشكل ما أو بآخر. بورتفوليو بيتبني، يلاقي سبحان الله شغلانة جديدة فيه، فول تايمر بيحصل له، وهكذا. فاحسن عملك. تمام. دايما ما تدورش على ان انا اخد شغل اكتر، شغل بسعر اعلى وهكذا. فكر انك انت تسيب اثر. تمام. سيبانك اثر هو اللي هيطورك وهيجي لك عليك النفع. شكرا جدا ليكم، وأتمنى ليكم إن احنا نعمل بانل تانية إن شاء الله، مع منافسين تانيين، مع جورز أكتر. يعني يا رب نكون فدناكم، ومع السلامة.